السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى عايزين ناكل قرنبيط كده. رحت السوق جبت قرنبيطة، غسلتها وقطعتها كده بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. قولوا لي بقى، القرنبيط غالي عندكم ولا رخيص؟ انا جبت القرنبيطة ديت وسط كده، يعني مش كبيرة بس حلوة كده. جبتها ب 15 جنيه، وقطعتها بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. وحطيت نص الحلة مية كده بتغلي هي، وحطيت ملح وكمون وهنسمي بالرحمن كده عشان نسلقها. هنحطها على الضلوع يا جماعة، اهي الضلوع هنحطها كده. كده بقى يا جماعة، عبال ما القرنبيط بتاعنا يتسلق هنعمل العجينة بتاعتنا. أول حاجة كده قبل العجينة، أنا معايا هنا كوبايتين دقيق هحط عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. ده كيس بيكنج باودر، هناخد نصه هنا، ونشيل النص التاني. ومعانا شوية نشا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد شوية كده، معلقة. معلقتين نشا على الدقيق، وهنقلبهم كويس. معلش هنحدقه بقى. المهم يعني نسيب دول دلوقتي على جنب، وتعالوا نعمل العجينة بتاعتنا. معانا هنا دي البولة بتاعتنا اللي هنعمل فيها العجينة، وهنا معانا الخضرة بتاعتنا مغسولة ومتصفية، ومعانا 4 طماطميات مغسول بتاع دوت مضروبين في الخلاط، ومعانا 5 بيضات، 3 بلدي و2 أحمر، ومعانا نص كيس البيكنج باودر التاني، ومعانا شوية النشا دولت، ومعانا هنا الدقة ديت عبارة عن ايه؟ 3 فصوص توم. بسم الله الرحمن الرحيم. 3 فصوص من التوم كبار، ومعانا معلقة صغيرة كزبرة ناشفة، ومعانا فلفل حار أو رومي على حسب ما انتوا عايزين، على حسب الرغبة، ومعانا كمون وملح، ودقنهم في الهون. هنسمي بالرحمن بقى. هننزل كده أول حاجة، هننزل بشوية الطماطم مش كلهم، وهنسيب الباقي، وهننزل بالبيض بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تيجوا كده نصلي على النبي كده مع بعض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، عدد أوراق الأشجار وعدد نقاط مياه البحار، وسلم تسليما كثيرا وأبدا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هنا بقى نحط معلقة صغيرة فلفل أسمر علشان الزفارة بتاعة البيض، وهنضرب البيض كده الأول بالمضرب. بسم الله الرحمن الرحيم. اخرج بره يا كوكو، اخرج بره يا كوكو. بس كده. هننزل بقى بمعلقة البيكنج باودر. خدي الميديا كوكو في السلة. وهناخد معلقة النشا بتاعتنا، هنحط شوية كمان. النشا حلو جدا، بيخليه مقرمش وبيخلوش يشرب زيت. النشا بيقع. اوعى يا كوكو، طب من تحت رجلي. وهنحط الدقة اللي عملناها مع بعض، وهنحط الخضرة بتاعتنا. الخضرة دي يا جماعة مشكلة، ودولت كوبايتين دقيق كده انا نخلاهم، عاوزة لازمة انا. هننزل بقى كده واحدة واحدة بالدقيق بتاعنا مع التقليب. طبعا في ناس بتحط لبن مع البيض، لا احنا بصراحة ما بنحبوش لبن وبيض مع بعض.
يعني احنا بحط البيض وبعمل بقى بالطماطم المضروبة، ولو احتجت بحط مية، ما بحطش لبن خالص بصراحة. ثانية واحدة بس. طبعا المضرب احسن لكي، لان ما بيخليش اي تكتلات ولا اي دقيق كده يعمل تكتلات ولا حاجة. طبعا العجينة محتاجة شوية مية. طبعا القرنبيط ده يعني لو ما كانش لسه نازل من على البوتاجاز ما بصراحة ما استحالة اكله لو برد. يرحمكم الله. هي كوكو، كوكو عنده برد قبل ما ياكل القرنبيط، مع انه اصلا ملوش في الحاجات دي اساسا. انا بحب المحشي. محشي إيه؟ احنا محشي قعدنا ناكل فيه 3 ايام يا حبيبي، ما زهقتش. لا طبعا هنشوف العجينه بقى بتاعتنا كده ايه. ثانيه واحده بس اجيب مع المعلقه بتاعتي. العجينه كده بالنسبه لي حلوه، مش عايزه اخفها اكتر من كده. ادوق بس احيائها. محتاجه شويه ملح. ثانيه واحده. تبقى شويه ملح. ما تقولش يا بابا هتفرج عليه. واحط شويه كمون. طبعا انا حاطه برضو مع الدقه، حاطه ملح وحاطه كمون وحاطه شويه فلفل اسمر بسيطه قوي. هنقلب بقى كده حلو. وكده تبقى العجينه بتاعتنا جاهزه. هنركي العجينه دي كده. ودولت كوبايتين الدقيق اللي قلت لكم ان انا نخلتهم وحطيت عليهم معلقه نشا ومعلقه بيكنج باودر. هنحط بقى شويه كده من الكمون، وشويه من الملح، وهنقلبهم كويس. وهنفردهم كده في الصينيه. وتعالوا نشوف هنعمل ايه. كده بقى يا جماعه القرنبيط بتاعنا بعد ما اتسلق اهو، انا حطاه في المصفى لسه حتى بيدخن. هنقطع الحته دي كده، هنسمي بالرحمن نقطع دي، ونروح قاطعين القرنبيطه كده بالشكل ده. طبعا عشان يبقى رقيق وحلو ما يبقاش تخين من جوه، بنقطع بقى ايه، بنخليها بالشكل ده زي ما انتم شايفين. طبعا برضه عشان وقت الفيديو اعمل كام واحده قدامكم كده عشان اوريكم بس الطريقه ازاي. خليكم معايا. كده بقى يا جماعه نسمي بالرحمن كده. هناخد كل قطعه القرنبيط. طبعا انا ما قطعتوش كله، قطعت بس على قد ما هناكل عشان ما نحبوش الا سخن زي ما قلت لكم. قطعت حته القرنبيطه بالشكل ده. هنسمي بالرحمن كده. طبعا يا جماعه انا ما بعرفش اشتغل الا بايدي زي ما انتم عارفين. انا ما بحبش اشتغل بالجونتات والكلام ده. احنا اللي هناكل يعني، ما حدش جاي ياكل عندنا. وطبعا انا هتقولوا لي عملت انت القرنبيط معانا قبل كده، معلش انا حبيت اصوره برضو معاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما حطيناه هنا هنيجي كده هنعمل له غلاف زي زي البانيه وزي الفراخ الكنتاكي. طبعا بقى في الوقت ده انا حاطه الزيت بتاعي بيسخن. اغطيه بس حلو كده واحط في الصينيه. اخد واحده كمان. بسم الله الرحمن الرحيم. واحط هنا.
اخلص بقى الكميه كلها وارجع لكم تاني. انا حطيت اول رصه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. آه طبعا انا حطيت، هو بياخد زيت كتير يا جماعه، دي رخامته يعني، دي ازازه زيت، وطبعا الزيت غالي عشان كده ما بحبش اعمله كتير. حطيت كده ازازه زيت في الصينيه لاني برضو بيبقى محتاج زيت كتير وما يتعليش عليه قوي، علشان ما يحمرش بسرعه من بره ويكون من جوه ني لسه. فبرضو يعني توطي البوتاجاز عليه شويه، ما يبقاش عالي قوي. الطريقه دي حلوه قوي يا جماعه وهتعجبكم. بصراحه انا يعني ما بقتش اعمله غير بالطريقه دي بصراحه يعني. تحسوا ان انتوا بتاكلوا فراخ كنتاكي يعني، مش قرنبيط. طبعا بقى ريحته واصله لاخر الشارع. ممكن تكون الريحه واصله لكم على فكره، اكيد انتوا شامينها يعني. اخلص بقى وارجع لكم عشان ما ترجعوش بقى تقولوا ام كوكو بتعمل الفيديوهات طويله. اخلص وارجع لكم. بصوا بقى يا حبايبي كده القرنبيط، يا حلاوه قرنبيط ام كوكو. بصوا فراخ كنتاكي مش قرنبيط. قولوا لي بقى ايه رايكم. طبعا الاضاءه مش حلوه معلش. اشرب شويه ميه. قولوا لي ايه رايكم بقى. مع السلامة. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوناش حطوا لايك واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس ليوصلكم كل جديد. وبنحبكم في الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.